السلام عليكم. اليوم احنا بالعباسية الغربية راح نصور لكم واحد من البيوت المميزة. بيت العباسية الغربية له تاريخ وكل أهل كربلاء يعرفوه، وخاصة الطراز المعماري ماله اللي معروف. هذا البيت راح ندخل له أنا والأخ أبو محمد وراح نراويكم شوفوا مواقف الجو. تعالوا يلا. واحد من بيوت كربلاء القديمة والشهيرة في العباسية الغربية. هذا السرداب ماله، هذا السياج الجميل. طبعا البيت متهالك. هاي الدرجات تصعد لي فوق، الشوكات شوي مالته، الريازة، الطابوق، البوابة مالتها. بيت متروك طبعا. هذا فترة كان نقابة العمال اعتقد. العمال نقابة العمال وبعد ايه، وفترة سووا مدرسة دينية. ما قعدوا بالمدرسة، ايه جو رادوا. نظام سويتات الغرفة. طبعا ماكو ضوء للأسف الشديد. المكان تعبان، بس غرف كبيرة ونظام سويتات كأنه مامور. هذا دراج صعد لي فوق. هذا درج، هذا السرداب. هذا السرداب ينزل لي جوا. اكو باب بعد من بعد. هذا سادي الباب. وهذا كان يعبر على في البيت. طبعا هذا يعبر على بيت الجو. اكو بيت جو هسه. هذا طبعا القاع. شوف هذا كراس بيت اجريات. هذا يعبر منه. يعني اكو بيت هو نفسه بيت متصل على الشارع اللي اي على المكتب اللي هذا مال ضابط عثماني. هذا بالاصل شنو ضابط عثماني شو اسمه بناء، واشتروا بيت رحماني من عندهم الابو. بلى. هذا مو سيد كمال حيدر يكون عائلته؟ هو بعدين اخير وكلاء مالاتهم ذولا. وكلاء مال البيت، بس هو قبله بيت رحماني. نقدر نصعد ابو محمد لي فوق. شوف لنا اللايت اذا بيها مجال. يا الله. طبعا الدرج لحد الان حتى فطر ما بيه. شوف الدرج فعلا وكانما صاب بيه البارحه. كل فطر ما بيش. شنو باسمه كان؟ هاي غرفه مثل البيتونه تصير. مثل البيتونه جو الدرج. هاي نصعد فوق ابو محمد. هذا سطح ماله. هذا كان حديقه، وراء الورايس. هذا محجر، هذا محجر يشرف على بيت يعني. هذا البيت هذا مسكون له متروك. مسوي مال المواكب. يعني هذا الجزء الثاني مالته. هذا الجزء الثاني البراني او الدخلاني يسميه او شيء. هو بيت كله واحد كان، بس هو بيت واحد اتذكر. ايه جو جماعه بيت الحيدري اسمه هذا فصلوا هذا. نعم هذا سووه. ايه. هسه هذه عبرنا من على بيت كاظم عبيس. بيت كاظم عبيس سابقا اللي من ذيك الصفحه. نعم. هذا قدامنا اسم بيت سامي العطار الله يرحمه. وذاك بيت عزيز عوينات، بيت حج مهدي اصلاح حسن كان سابقا. وهذا بيت مرزاق. وهذا بيت الله يرحمه بيت حج قنبر. وبصفه بيت حج حسين بصراوي حج عزيز. هذا شيخ. بل
هسه راح نرجع ننزل الجو. بل فتتخيل ذاك الوقت يعني هذا سرداب، هذا البيت كله قام على سرداب، وذاك الدخلاني مالته لا ذاك ارضي. بل راح نطب منه. هاي قبل دربونتين كانت، مو دربونتين، اي هاي دربونه وهاي دربونه بها سياج، الظاهر السياج اللغى، بس اعتقد هو تابع للبيت. ايه هذا بيت حج قنبر، هذا بيت الله يرحمه محمد الشيخ علي، بيت شيخ علي وبيت محمد الشيخ علي وحسن الشيخ علي معروفين. هذا الدخلاني مالته، هذا الدخلاني. الجزء الثاني من البيت، هذا المدخل، الصحيات، هذا الحمامات ما شاء الله ولاية هذا. فشوف هاي البيوت القديمة شلون مساحة فضاء كبير. طبعا هذا هم سرداب هنا اكو ظاهر، وهذا تصعد هاي الصعدة لطيفة، هاي مشرفة هاي على ساحة البيت وعلى راسي مالته القديمة. طب السرداب؟ اي سنطب السرداب. هذا سفاصلي بعتبري هذا حسينية مسوي ومغلفيه من فوق. هذا هم سرداب راح نطب. هذا هنا جزء به كهرباء باعتباره مشغول مسوي للزيارات. ما شاء الله. هذا سرداب. قبل بيوت كربلائية القديمة دائما كلها بها سراديب. هاي اللي يسموها الكنجينات، نسميها كنجين احنا كنا نسميها. التهوية. التهوية ها نصعد منه. هذا يمتد السطح يجوز هذا. ايوه للسطح. شوف هاي البادقيرات، هاي بادقير، هاي بادقيرات، يعني هنا 100% ثلج المكان هذا، 100% ثلج هذا المكان. شوف البادقير، شوفها هذا لسه اللي فوق هسه اي مسدود طبعا هسه. فهاي هم بيت يعني فيه كله مفاجآت. تخيل ذاك الوقت يعني حتى الظاهر حتى الرطوبة ماكو، حتى مياه جوفية ماكو وقت البناء. هذا البيت اللي ممكن بناء يمكن قبل 70 80 90 سنة أكثر، لأن احنا ملاحقين عليه يمكن احنا من الستينات بهالمنطقة. اي فوق ال 100 سنة الظاهر. فالظاهر كربلاء ما كان بيها بذاك الوقت مياه جوفية. نرجع لباحة هذا البيت الدخلاني. الآن راح نشوف صور الظاهر مرتبطة بهاي العائلة، صور مرتبطة بهاي العائلة. هذا مرحوم حاج محمد كاظم رحماني، حاج مهدي رحماني، والحاج تقي رحماني، والسيد محمد علي حسن الموسوي. هذولا صور قديمة ذن كلش. هاي الصور يمكن عمرها 60 70 سنة أكثر. وهذا البيت يا الله. المطابخ مال قبل. هذا الباب اي يعني هو مشرف على البيت. غرفة وهذني درجات. هذا عبرك على البيت على يرجعك على البيت. هذا هاي غرف، هم غرفة ثانية، هم غرف. هاي الغرف. هذا الأرسي، هذا يرفع الأرسي. هذا الأراسي ترفع مشيولة الأرسيات هسه يرفع. وشوف هذا شلون منظر يشرف على البيت. شغلات جميلة مال قبل. هذا الأرسي شوف هذا يصعدوه. واكو جزء ثاني، هذا جزء ثاني ينزل. هاي واضحة الصورة. وهاي الروازين، البيوت كلها كان بها روازين سابقا. هاي غرفة. هاي الدربونة. هاي الروازين المحببة. هاي الأطفال يكيفون على هاي الروازين، هيك مكانات بها ختلات. هذا همات الأراسي ومشرفة. حتى المروحة هاي عمرها يمكن الدقم مالتها، هاي الدقم القديمة لحد الآن تشتغل. تشتغل فاصليها. مخفي هذا مخفي. دفن. اي دفن. كم مسوي دفن. اي فعلا دفن. يلا محمد نزل. هذا الدراج لا مو صب، هذا طابوق وكرشي ومصفطي، بس هم صامد رغم عواد الزمن.
طبعا كنت مهم جدا انا عندي ان اصور هيك بيوت كربلائيه، حتى كنت صوره عن بيوت كربلاء القديمه، البيوت الضخمه العملاقه الكبيره اللي مساحتها ايش قد هذا محمد تقريبا؟ 724. ما شاء الله 700، يعني من اكبر بيوت العباسيه هذا.